سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. وبداية الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه نتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد. وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدموا فيه كيك 7 ملاعق بطريقه سهله وبسيطه وكذلك بثلاث طبقات. كيجي لذيذ بزاف، اقتصادي ومكونات اقتصاديه. فبقاو معايا باش نشوفوا طريقه التحضير وكذلك المقادير اللي غادي نحتاجو فيه. فاول حاجه غادي نحتاجو هنايا جوج ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، وغادي نضيف ليهم كيس ديال السكر فانيلا وكذلك رشه ديال الملح. وغادي نحتاجو هنايا 7 ملاعق ديال السكر سنيده، وكذلك غادي نضيف هنايا 7 ملاعق ديال الزيت نباتيه. فدائما كنعبروا بنفس الملعقه جميع المكونات. فغادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض، ومن بعد هنايا غادي نخلط هاد المكونات جيدا سواء بالطراب اليدوي او الكهربائي. ومن بعد هنايا غادي نضيف 7 ديال المعالق ديال الحليب كيف ما قلت لكم كنعبروا بنفس الملعقه. وغادي نعاود نحرك هاد المكونات جيدا او نخلطهم حتى كينسجموا مع بعض. من بعد هنايا غادي ندوزو باش غادي نضيفو الدقيق، حتى هما 7 ديال المعالق ديال الدقيق وكنغربلوهم بطبيعه الحال ضروري. بالنسبه للدقيق كنستعملوا دائما دقيق خاص بالحلويات، وكذلك كنستعملوا معالق يكونوا عامرين جيدا. ومن بعد هنايا غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى اولا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نضيف هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو مر، اولا ممكن تستعملوا ساشي هذا اللي كيتباع ب2 دراهم ديال الكاكاو. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى هما حتى كينسجموا مع بعض، وكنتحصلوا على هاد القوام اللي كيكون بهذا الشكل. يعني العجينه كتكون شويه ثقيله، يعني بهذا القوام خفيفه عفوا. من بعد غادي نضيف الكيك ديالي في المول اولا في القالب اللي غادي ندخلو الفران، اللي كنكونوا بطبيعه الحال دهناه من قبل بزيت نباتيه اولا بالزبده. وكندخلوا الكيك ديالنا يطيب على عافيه مهيله حتى كيتحمر، وكذلك يعني كنشف من الوسط. ومن بعد هنايا غادي نخرجو وغادي نسقيه مباشره بالحليب وهو مازال سخون باش كيتشرب معنا هذاك الحليب بهذه الطريقه. اولا ممكن ديروا يعني السيرو ديال الماء والسكر تغليوه مع طريف ديال الحامض وكتسقيو به. فهاد الطريقه كتجي بها الكيكه ديالنا يعني رطبه وخفيفه. فمن بعد ما هنايا سقيت الكيك ديالي بالحليب غادي نضيفو في الثلاجه اولا غادي ندخلو للثلاجه نخليه يبرد مزيان مزيان على ما نصايب الطبقه الثانيه ديال الكيك اللي غادي نحتاجو فيها هنايا 2 كيسان ديال الحليب. وغادي نضيف هنايا 3 المعالق ديال السكر سنيده، يعني سنيده كنديروها على حساب الذوق. ومن بعد غادي نضيف ساشي ديال الفلون، وغادي نضيف كذلك معلقه على كريم باتيسير اولا ممكن اننا نعوضوها بالنشا. غادي نخلط الكل جيدا حتى كينسجموا هذوك المكونات وكذلك كيذوبوا معنا. من بعد غادي نديرو فوق النار حتى كيغلى جيدا وكيتقال معنا الخليط. من بعد كنخليو الخليط ديالنا يبرد واحد شويه تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. ومن بعد كنكبوه فوق من هذيك الكيك اللي كنا حضرنا في الاول، وكندخلو الكل للثلاجه نخليوه حتى كيبرد. ومن بعد مباشره غادي ندوزو باش غادي نحضروا الطبقه الاخيره ديال الكيك ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها كاس ديال الماء اولا 2 كيسان ديال الماء عفوا. ومن بعد غادي نضيف كذلك فلون كراميل، وكذلك غادي نضيف هنايا السكر على حساب الذوق. فانا هنا ضفت 2 معالق فراه كافيين. من بعد غادي نحرك الكل جيدا وغادي نديرو كيف ما قلت لكم فوق النار حتى كيذوب هذاك الخليط معنا، وغادي نخليوه حتى كيدفى شويه. وغادي نديرو فوق هذيك الكريمه اللي كانت ديجا بردت معنا وتماسكات. من بعد هنا خديت هاد لي بيبيتو شوكولا وغادي نزين بهم، ممكن تزينوا باي حاجه عندكم. وغادي نعاود ندخلها للثلاجه حتى كتبرد جيدا. هاد المره غادي نخليها تقريبا 2 ديال الساعات حتى كيتماسكوا هذوك الطبقات جيدا. ومن بعد غادي نقدموها بالصحه والعافيه. كتجي لذيذه بزاف سهله كيف ما لاحظتوا اقتصاديه. فغير ب2 بيضات يعني عطاتنا هذا الحجم ما شاء الله. راه هذا المول كبير.
فنتمنى أن فيديو اليوم يعجبكم وأن الوصفة تعجبكم كذلك، وما تنسوش إلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. وما تنسوش لايك إلا عجبكم الفيديو، تبارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب لتراهم فائدة، وخليتكم على خير إلى فيديو مقبل إن شاء الله.